السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب، اللهم امين. فيديو النهاردة اجابة على سؤال اتكرر كتير جدا جدا. عايزين علاج لاسهال الفراخ او الكتاكيت او البط بطريقة طبيعية وبحاجات موجودة في المنزل. طيب انا هجاوبكم النهاردة في فيديو عملي علشان الطريقة تكون واضحة. انا الحقيقة جاوبت عليها كتير بس من كتر ما اتكرر قلت لازم اعمل عليه فيديو. زي ما انتم شايفين كده قدامي 4 مكونات للقضاء على الاسهال عند الطيور. زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي موجوده عندنا في بيتنا اهو. ده بن، كلنا بنشرب القهوه طبعا. دي شاي زي ما انتم شايفين كده. ده نشا. هقول لكم على طريقه الاستخدام دلوقتي. انا ما حبيتش يعني اعملها، هقول لكم بس على الطريقه لان انا طبعا الحمد لله بفضل الله ما عنديش حاجه عندها اسهال. لو كان عندي كنت عملت لكم التجربه عملي. البن ده بتغلي منه في الميه، مش بنعمله بقى بوش والكلام ده زي ما نكون هنشربه، لا بتغليه في ميه زي ما تكوني بتغلي اي حاجه بالظبط. وبعد ما بيغلي بتسيبيه يبرد وبتعصري عليه ليمون، طبعا بالكميه بقى اللي تفضليها. طبعا يفضل انك تعملي كميه كبيره لانك هتملي المسائي. وتعصري بعد ما يبرد عليه الليمونه دي، وتحطيه في المسائي اذا كان للفراخ او للبط او للحمام. بنفس الطريقه اللي عملنا بيها البن هنعمل بيها الشاي. طبعا انا بقول لكم على ال3 طرق بس هي طريقه واحده بس تكفي. انا بقول لكم على ال3، لو مش حابه تعملي ده هتعملي ده هتعملي ده. الشاي نفس الطريقه، هتغلي الشاي تغليه كويس جدا وتقليه وبرده بكميه ميه كبيره علشان هتملي المسائي بتاعه الطيور عندك. وبعدين بعد ما يبرد تعصري عليه الليمونه برده وتقدميها في المسائي بتاعه الفراخ. لو مش حابه تقدميها في مسائل الفراخ هتجيبي سرنجه. بعد ما تعملي الموضوع ده هتجيبي سرنجه وتسحبي منه الكميه وتدي في بق الفرخ المصاب بالاسهال او لجميع الفراخ عندك المصابه بالاسهال بالسرنجه. دي كانت تاني طريقه معايا النهارده. تالت طريقة معايا النهاردة وهي النشا. النشا بس الطريقة بتاعتها مختلفة شوية عن البن وعن الشاي. النشا بنحطها على البارد، ما بنغليلهاش مية ولا حاجة، لانك لو غليتي مية هتمسك معاكي وتعمل زي المهلبية بالظبط. لا احنا عاوزينها يا دوب بس تتدوب في المية على الساقع، تتدوب كويس جدا جدا وتقدميها برده للفراخ او البط بتاعك في المساقي بتاعته. وبرده ينفع تسحبي منها بالسرنجة وتدي في بق الفراخ او البط او اي حاجة مصابة عندك، وبرده هتعصري عليها الليمونة. يعني ال3 مكونات دول الليمونة مشتركه معاهم. اذا كنت هتغلي القهوه او الشاي او هتدوبي دي في ميه ساقعه بتعصري الليمونه عليهم. وده فعلا بجد عن تجربه حاجات فعاله جدا جدا للاسهال عند الطيور. جميع انواع الاسهال بالوانه، في اسهال اخضر، في اسهال احمر، في اسهال اصفر، في حاجات يعني انواع الاسهال كلها. معروف اصلا ان الحاجات دي كلها بتعمل امساك عند البني ادمين، فبالفعل هتعمل امساك عند الطيور. زي ما قلت لكم حمام فراخ بط باي عمر، لو كانوا عمر يوم حتى او عمر شهر عمر شهرين، باي عمر موجود عندك لقيتي الاسهال موجود عندهم هتستخدمي الثلاث طرق دول. يا رب تكون الطريقه كانت واضحه. زي ما قلت لكم هتغلوا الشاي هتغلوا البن وهتغلوا الشاي وبعد ما يبردوا هتعصروا عليهم الليمونه. لكن النشا مش هنغليها، هنحطها في ميه ساقعه وندوبها كويس جدا لحد ما تدوب. وبرده هنقدمها بنفس الطريقه اذا كان في المسائي او بسرنجه، هتسحبي بالسرنجه وتحطي في بق الفرخ المصاب. يا رب اكون قدرت اجاوبكم على اسئلتكم وتكونوا استفدتوا مني النهارده ولو بشيء بسيط. طبعا حاجات مش مكلفه وموجوده عندنا في كل بيت. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.